عمرك وقفت قدام المراية وسألت نفسك ليه رغم كل اللي بعمله لسه مش حاسس إني كفاية؟ ليه محتاج دايما أسمع من حد تاني إني ناجح؟ يمكن علشان طول عمرنا بنربط الثقة بالنفس بنظرة الناس لينا. بس الحقيقة الثقة الحقيقية مش بتتعلم، دي بتتولد جواك. الناس فاكرة إن الثقة بالنفس يعني تمشي مرفوع الرأس أو تتكلم بصوت عالي، لكن دي مش الحقيقة. الثقة الحقيقية مش في الطريقة اللي بتبان بيها، الثقة الحقيقية في الطريقة اللي بتكلم نفسك بيها لما محدش سمعك. اللي عنده ثقة داخلية مش بيستنى الناس تمدحه، هو بيعمل اللي عليه حتى لو محدش لاحظ. مصدر الثقة الحقيقي مش في اللي عندك ولا في شكلك، لكن في إنك تبقى صادق مع نفسك حتى في لحظات ضعفك. الغرور بيصرخ علشان يثبت نفسه، لكن الثقة بتسكت لأنها مش محتاجة تثبت حاجة لحد. أكتر حاجة بتكسر الثقة هي إنك تعيش علشان ترضي الكل. الثقة بتبدأ لما توقف اللعبة دي وتبدأ تعيش بصدق حتى لو ده مش عاجب الكل. كل يوم قبل ما تنام اسأل نفسك سؤال بسيط: هل كنت صادق مع نفسي النهاردة؟ الثقة بالنفس مش صوت عالي ولا كلام تحفيزي، هي راحة داخلية وسلام بينك وبين نفسك. أول ما توصل للنقطة دي عمرك ما هتحتاج موافقة من حد، لأنك ببساطة وافقت على نفسك.